السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه ام ريم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم صابلي بريستيج كيجي غزال بزاف وصادق يعني 100% ناجح. عندي هنا الزبده، نص باكيه ديال الزبده كتخرجوها قبل من الثلاجه، وغادي نزيد عليها واحد نص كاس ديال السكر سنيده، واللي كيبغي صابلي يكون رطب غديروا السكر كلاصي. انا كنبغي السكر هذاك صابلي مقرمش كندير سكر سنيده، وكندير قبصه ديال الملح وكنمعك هاد السكر سنيده والزبده مزيان حتى كيولي بوماط، ومن بعد عاد باش كنضيف المكونات اللي باقا. هنا من بعد ما كما كتشوفوا الشكل ديال الزبده كيفاش ولا، غادي ندير بيضه وحده وغادي نخلط المكونات. راه اقتصادي كما كتشوفوا، يعني ما فيهش بزاف ديال المكونات، وغادي نمعك هاد البيضه هذه مع الزبده مزيان، وغنزيد فاني باش كنكه هاد الصابلي. هنا من بعد ما خدمت المكونات غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه، وغنخدم بالاصابع باش ملي كنديرو في الفران ما كيتغيرش الشكل ديالو، هو ما كيبغيش يتدلك، كيبغي تخدم غير بالاصابع. غنبقى نزيد الطحين شويه بشويه. صافي غادي نجمع العجينه اللي تتكون مرطبه ما قاصحه، يعني تكون متوسطه. هنا من بعد ما جمعت العجينه كما كتشوفوا رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في الايدين. دابا غادي ندير لها بلاستيكه او السلوفان وغادي ندخلها للثلاجه، اللي عنده الوقت يخليها تبات، اللي ما عندوش يخليها غير ربع ساعه نص ساعه ويخدم بها. انا من بعد ما نحطها من بعد ما خرجت من الثلاجه غادي نكمل معكم الخطوات اللي باقا. هنا جبت الصابلي من الثلاجه، غناخذ غير شويه باش نخدم ونغطي الشي الاخر باش ما تنشفش العجينه. خديت بلاستيكه قسمتها على جوج وغادي نسرحها ما بين جوج بلاستيكات بهذا الشكل هذا، وغادي نسرح بالمدلك ونرققها ونخليهاش غليظه. هنا من بعد ما رققت العجينه غندير هاد جوج مراشم هادو، والمرشوم كيبقى على نتوما شنو بغيتو. انا غندير هاد الشكل لان عندي السيليكون ديالو. كما شفتوا العجينه ما فيهاش الخميره، يعني غير رقوها وما تخافوش منها، الشكل ديالها غيبقى كما هو. بعد من طبعت هادشي خديت اللاطه ما دهنتهاش، درت مباشره العجينه فيها لان فيها الزبده ما غاديش تلصق، وغادي ندخلها للفران اللي كتكون العافيه ديالو مهيله بزاف بزاف بزاف، وغادي نخليه يطيب على خاطرو، ومره مره نطلعو عليه لانه دغيا كيطيب. هذا الشكل ديال الصابلي اللي حضرت معكم كما شفتوا، انا درت وحده على وحده باش كتشوفوا انه شحال كيجي مقاد، كل وحده كتجي مقاده مع الاخرى، يعني الشكالات كلهم كيجيو مع بعضياتهم. هذا القريب هذا اللي درت كما كتشوفوا راه كيجي تقاده وحده، وكذلك هذا الشكل المستطيل وحتى الدائري راه كيجي غزال، حيت شحال من واحد كيدير هذا الشكل دائري ومن بعد كيتقلص. هذا كيبقى كما كنطبعوه كيبقى. انا غادي ندير لهم هذا الشكل هذا، درتهم في هذا ديال الشكلاط، ودرت عليهم الشكلاط كاع عادي ذوبته كبيتوه في هاد المولات هادو. وانتم كل واحد وكيفاش بغى يدير. بغيتي ديروه بالشكل كما درت انايا، انا بغيت نديرو بالشكلاط. يمكن لكم نتوما غير ديروا غير الشكلاط وديروا فوق منه الكاوكاو. المهم كل واحد وكيبقى على الشكل اللي بغا. انا هنا غادي ندير هاد الدائري هذا غادي نزينو بالشكلاط، والمستطيل حتى هو بالشكلاط، ولكن هذا القليب هذا غادي نشارك معكم كيفاش غندير ليه. غادي نحيد وحده هنا معكم، ما تخبطوش لانه غادي يتهرس، غير كتضغطوا عليه من يديكم بصبعكم هكذا وكيهبط هو راسو كما شفتوا. راه ساهل لانه تيكون انا كنديرو في الفريغو دغيا كيجمدوا ودغيا كيهبطوا. هنا كنكونوا زربانين دغيا خاصنا نخدموا باش الشكلاط ما يذوبش. هنا حضرت الكميه اللي بغيت، ماشي كل مره نبقى ندير في الفريغو، حضرت مره. وهنا غادي ناخذ العسل غنلصق به، نتوما يمكن لكم تلصقوا بالناباج اللي عندكم، انا ما عنديش غادي ندير العسل. صافي غادي ناخذ هاد الحبه هذه وغادي ناخذ شويه من العسل وغندير من الفوق
بهاد الكميه باش كيتلصق هذاك الشكلاط صافي. وغادي ناخذوا الشكلاط اللي درت وغادي نضغط عليه غير بشويه بهكا باش هذاك الشكلاط ما يتهرش صافي. وغادي نخليه ينشف. ندير معكم وحده اخرى. غديروا صبعكم باش تحكموا مزيان باش حتى شي بلاصه ما تبقى بلا عسل صافي. وغادي نوريك هكذا. انا نخليهم بهذا الشكل هذا كيجي زوين شكل شميشه كيجي غزال صافي. نبقى غادا بهذه الطريقه هذه. وغناخذ هذا الشكل مستطيل حتى هو غندهن هكا بالعسل بحال الدهنه هكا. وغادي ناخذ هذا الشكل هذا اللي درت وغادي نلصقو بهكا. وكاين اللي غادي يبغي هاد الفراغات يدير فيهم الكاوكاو. انا ما غندير فيهم حتى شي حاجه غنخليهم كما هما. غندير غير هاد الشوكولاط الوسط وغادي نخليه صافي. غندهن الثانيه ونبقى غادا بهاد الطريقه هذه. كيجي الشكل ديالها زوين الشكل يعني كيجي بريستيج غزال بزاف. المهم غنكمل هادو اللي باقيين والشكل القريب غادي نوريكم شنو كيفاش غادي ندير ليه التزيين ديالو. هنا ذوبت الشوكولاط ابيض والشوكولاط كحل غنديرهم بهذا الشكل هذا نخليهم مقسومين على جوج. وغنشد هذا الشكل هذا ديال القلب اللي قلت لكم غادي ندير ليه طريقه تزيين يعني مغيره على الاخرين. هاد الطريقه راه سبق ودرتها معكم ولكن غادي نعاود نديرها. كنخلط كنجي الوسط وكنحط هذاك القليب وكنبقى نخلط باش يتخلط ما بين الكحل والابيض بهذا الشكل هذا. كيعطينا شكل بحال الرخام. نعاود الطريقه. كناخذ الشكل هاد القليب هذا وكنضغط مزيان وكنهز. ما تخلطوش نتوما غير خليه غير بهذه الطريقه. انا كنحطو الوسط ما بين الكحل والابيض وانا كنبقى نخلط وهو كيتخلط الراس. ملي كنبقى نحرك هاد الحلوه هذه راه كيتخلط الراس الشكل ديالو كيجي غزال. هذا كيكون الشكل النهائي ديال الصابلي بريستيج كيجي زوين بزاف وعجينه اقتصاد ديال هنا. القلب كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالو رخامي كيجي زوين بزاف بهذا الشكل هذا المستطيل. انا خليت واحد نص درت فيه غير الشوكولات ونص درت فيه كاوكاو باش تشوفوا الاشكال بجوج كيفاش كيجيو. كيجي زوين بزاف بطبيعه الحال زين كيبقى على كل واحد والذوق ديالو. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه وما تنساوش الناس الجداد ديروا لي خليو لي ابوني. شكرا لكم بزاف على المتابعه وبالصحه والراحه.